السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل اليوم طبق مكرونة بالهوت دوج. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وقناتي تكبر بيكم. هحتاج في وصفة اليوم فلفل أخضر هقطعه لقطع صغيرة، وهحتاج الفلفل ألوان أصفر أحمر المتوفر معاكي، ما تربطش نفسك بنوع معين. اي فلفل عندك الوان، هي مجرد اطعمة بس بتطعم الوصفة معايا وبتديلها نكهة وطعم كويس. هقطع الفلفل كده الاصفر وهقطع الاحمر لقطع صغيرة، يعني لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. ومعايا هنا برضو جزر، الجزر دي طعمه جميل، هيدي طعم حلو برضو، هيبقى ميكس كده جميل في المكرونة. وانا كل ما بيكون محتارة اطبخ ايه فبجري جري على الوصفة دي، لانها بتبقى سريعة وسهلة وكمان طعمها حلو، وهي بعتمدها معايا في كل اما يكون مزنوقة في اي حاجة مش عارفة اعمل اكل ايه او محتارة اعمل اكل ايه. معايا هنا كمان بصلة كده حجمها حلو، هقطعها لأي قطعة انت تحبيها مكعبات صغيرة واقطعها كده. صلى على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيد الخلق، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتخفي بها العيوب وتغفر بها الذنوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. كان عندي هنا كام صباع كده من الهوت دوج، فأنا كنت محتارة أعمل إيه، فقلت هطعم بيه المكرونة وتبقى متطعمة منها في بعضها. هنا على النار هنزل بمكعب زبدة، اول ما الزبدة بتاعتي تسيح كده هنزل معايا بقى بحلقات الهوت دوج اللي انا مقطعاها. تمام، هديلها تشويحة حلوة كده واقلبها، والنار تكون هادية معايا. راعي ان احنا لسه هنسويها مع المكرونة، هي ما بتاخدش عامة وقت في التسوية. هديلها كده تشويحة وهنزل عليها بالبصل اللي انا مقطعاه. تمام كده، الوصفة دي سريعة وسهلة وفي نفس الوقت طعمها حلو، وتحس ان انتي يعني مكلفة، بس هي من وصفة من ولا حاجة. يعني كان عندي كده كام صباع من الهوت دوج في التلاجة، وعندي قرن فلفل من ده وفلفل من ده، فجمعتها كده وعملت وجبة وكانت حلوة واكلت الكل وكل كان مرضي والحمد لله. اتمنى منكم دعوة حلوة كده بظهر الغيب من قلبكم، واشكركم لكل من شاهد لي او كل من بتابعني او كل من مشترك عندي في القناة. بشكركم من كل قلبي واتمنى لكم التوفيق في حياتكم يا رب العالمين. هنزل هنا برشة ملح على البصل وعلى الهوت دوج بتاعي، وهنزل برشة فلفل اسود وهقلبهم كده. لما البصلة تبدأ تدبل هنزل بالفلفل الألوان بتاعي والجزر. الجزر هنا كويس مش هيحتاج تسوية ولا حاجة لأنه حلو. وهنا معذرة، قبل ما انزل بفلفل الألوان كنت نزلت بفص من الثوم المهروس، وبعد ما نزلت بالفلفل الألوان نزلت هنا بمعلقة هريسة شطة لأن عندي الولاد بيحب الحاجة سبايسي شوية، ونزلت بمعلقة من الصلصة، ونزلت بمعلقة كاتشب. الأطعمة دي بتبقى ميكس كده مع بعضها وبتودي طعم المكرونة في حتة تانية، يعني هي شبيهة المكرونة المبكبكة. بس هنا بقى يعني المكرونة المبكبكة اللي احنا يعني كلنا معتمدينها وكلنا بنحبها ديت، يعني شبيهة المكرونة دي، فأنا بحبها. يعني عامة الولاد عندي بيحبوا أي نوع من المكرونة. هنزل هنا كمان بمكعب من مرقة الدجاج، طبعا أنا مش شارياه، أنا بعمله في البيت وهبقى أنزله لكم فيديو. بس دعوة حلوة منكم لان انا موقفة عن الفيديوهات الايام دي لان ما بقدرش اعمل، ودي كلها فيديوهات عندي قديمة مجرد ان انا بسجل عليها صوت بس. هنزل هنا بعصير طماطم وهنزل بمية مغلية سخنة، وهنزل بالمكرونة بتاعتي بعد المية ما نزلها. المكرونة عندي نازلة ما سلقتهاش، هنزلها في المية ديت بعد ما تاخد لها غلوتين كده. تمام، هنزل بقى بالمكرونة، اي مكرونة اي نوع مكرونة انت بتحبيه واولادك بيحبوه، احنا بنعمل اللي بيرضيهم لا اكتر ولا اقل. صلوا على النبي يا جماعة. هظبط هنا الملح بتاعي وهسيبها بقى تعيش مع نفسها.
الصوص بقى ده انا مش عايزاها تنشف، يعني انت حاولي كده انك انت تعمليها على الاكل على طول، لانك انت لو سبتيها تبرد هتشرب الصوص بتاعها ومش هتبقى طعمة زي ما يكون هتقدميها اول ما بتكوني عاملاها. شوفي الجمال، بسم الله ما شاء الله. يا رب اتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة ويكون الفيديو عجبكم، واتمنى تجربوها وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.